وده كان الفيديو بتاع النهارده. خشوا معانا يا جماعه على الفيديو، شوفوا طريقه السمك المكاريل اهو قدامكم. وفي حاجه في اول الفيديو عايزه اقولها لكم، التعليقات حلوه قوي بس اللايكات محدش بيعمل لايكات يا جماعه، ليه ما اعرفش. لكن انا بصراحه بالامانه انا بخش اعمل لاي حد بدوس لايك ما اعرفش ليه، فعلى طول بفكركم ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، فده ما تنسوهوش. فده مش هطول عليكم، وده كان الفيديو بتاع سمك المكاريل اهوت. عملنا الرز الابيض الرز الاحمر. استني يا ليلي لحظه. حاضر حاضر اهو السمك المكاريل اهوت اهو. واقول لكم ايه، تعالي يا ليلي اهو. كان فيديونا النهارده. خشوا على الفيديو يا جماعه، وما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد في يوميات وفاء ودينا. اقول لكم ايه، السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. فيديو يا جماعة مع السمك زي ما انتم شايفين. اقول لكم احلى سمك، سمك المكاريل وسمك المكرون والسمك البلطي والقراميط والبربونيا وكل انواع السمك. انا هقعد اعد؟ لا مش هعد بصراحة. بنحب السمك كل انواع السمك بصراحة، يعني لو خيرتني في الاكل ممكن كل يوم تلاقيني عاملة سمك بلطي مقلي مشوي صينية، مكاريل برضو تعمليه صينية، تشويه تقليه، ليه كذا طريقة بصراحة. كمان المكاريل خلي بالكم زيه زي البوري بالظبط، برضو يتعمل صينية يتشوي. برضو البلطي انا عملته صينية، عملت مشوي منه كتير، عملت مقلي. المكرونة طبعا ما يعلاش عليها اهو، لسه بقول المكرونة طبعا ما يعلاش عليها اهو زي ما انتوا شايفين. المكاريل ده انا ولا هشويه ولا هقلي ولا هعمله صينيه ولا هشويه ولا هنعمله صينيه، هنقليه. جميل جدا وافيد، متهيألي ده افيد سمك. خلي بالكم كمان بالذات اللي عنده اطفال، لو اكلتيهم ليل ونهار السمك المكاريل ده مفيد جدا. بص مفيد وجميل بالذات دي السمكية الأصلية. هو في نوع تاني منه خلي بالكم يا جماعة، في من المكاريل ده نوع تاني، يعني انت لما تروحي تجيبي السمك تبقى عارفاه. التاني برضو ما يفرقش عنه حاجة، لا بيفرق في بيفرق بقى في الشوك. برضو في شوك رفيع برضو، يعني شوية مش كتير بس بيبقى باين، يعني تحسي ان مش ده، لا مش السمكة دي المكاريل الأصلي. انا دلوقتي زي ما انا ما بقول لكم ولا هشوي ولا هعمله صينيه، لا انا هقليه. هما هنا عايزين ياكلوا سمك مكاريل مقلي، هنعمل جنبيه بقى شويه رز ابيض اهو. وهرجع لكم ايه تاني ان شاء الله. استنوني يا جماعه، حبيت بس اوريه لكم قبل ما نقطعه ونغسله ونجهزه. رجعت لكم تاني اهوت. حطيت معلقه دقيق، ملح، عصرنا ليمون. ليه هنقع فيه بقى ده السمك؟ ملح وليمون ودقيق. ننزل بقى كل الزفره ايه بتاعته اهو زي ما انتم شايفين. ده ملح ده دقيق ده ليمون. بصوا السمك زي ما هي بقى كده، ما تقطعهاش عشان ما تدوبش في الميه. ام ملح والليمون والدقيق حطيها كده. حطي بقى الايه، ننقع السمك كده في الميه في الدقيق في الملح مع الليمون، بينزل بقى كل الزفره اللي معاه اللي فيه كلها اهو. بصي اهم حاجه ان انت ايه تغطيه كده بالميه بالميه دي. سيبيه بقى زي ما انت عايزه، نص ساعه ساعه. لو مستعجله هي عقبال ما تجهزي الدقه بتاعته والحاجه هتغسليه غسله نظيفه
اهوت بيكون نزل بقى كل الزفرة بتاعته اهو. زي ما انتوا شايفين السمك منقوع نقعة جميلة اهو. تطلعيه بقى ما تشميش فيه ريحة زفرة بسبب الدقيق والملح والليمون اهو. هسيبه انا منقوع شوية عقبال ما اجهز له الدقة بتاعته، وهرجع لكم يا جماعة تاني. هعمل النهارده يا جماعة جنب الرز الابيض هعمل طبق رز احمر اهو. محضره له اهوت، بصوا هرسة شطه فيها توم اهو زي ما انتوا شايفين اهو. وعامله القوطه اهو. تضربي عندك قطعتين 3 كده تعمليهم، عايزه تبشريهم وبشريهم براحتك خالص اهو. اعمل بس طبق، مش هعمل كتير ان انا بحبه بصراحه يبقى حراق اهو. طعمه بقى تحفه للي بيحبه، ما بتحبوهوش خلاص. نحط شويه شويه كزبره ناشفه برضو اهو. الرز الاحمر ده جميل جميل للي بيحب. بحب انا اعمله كده، مش عامله كتير خالص، ده هو طبق صغير عاملاه تغيير اهو. عايزه تعملي رز ببصل، تعملي رز ابيض براحتك خالص اهو. عندي بقى القوطه اهي، عايزه تبشري القوطه تضربيها كده. انا ضاربه قطعتين 2 على قد الطبق اللي انا هعمله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسيبه خالص هيتسبك خالص، وبعدين احط عليه كوبايه الرز اهو. انا معاكم اهوت، هسيبكم. كان اهم حاجه اوريكم الرز الاحمر اهو انا بعمله بيبقى جميل قوي اهو. فانا دلوقتي بحط له شويه، هحط شويه كمون كمان وشويه ملح اهوت، وهسيبه بقى يتسبك خالص براحته وارجع لكم تاني. بس اهو السمك بسم الله ما شاء الله. عملنا سمك المكاريل اهو قدامكم، جميل جدا. تنقعيه زي ما انا نقعته بالدقيق وليمون وملح ساعة نص ساعة لحد ما تقربي تعمليه. تشطفيه بقى هتلاقي مفيش زفرة خالص فيه اهو. جميل. وعملنا طبق رز ابيض اهو، وعملنا الرز الاحمر اللي انا بقول لكم عليه اهو. طعمه جميل قوي يا جماعه للي بيحبه اهو. يا رب يعجبكم ان شاء الله. وغسلين جرجير اهو قدام السمك جنب السمك بصوا عامل ازاي ما شاء الله عليه. دينا بالراحه بس يا ليلى زي الله. بقول لكم استنونا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير في يوميات وفاء ودينا. اقول لكم السلام عليكم.